عرض النهاردة حصل فيه حاجات كتيرة جامدة جدا، فتعالوا يلا نشوف ايه اللي حصل في ماندي نايترو. Welcome to Monday Night Raw! طلع رينج جنرال جونتر بيتكلم عن ماتشه وهو داميان بريست في سمر اسلام، ويتكلم عن ان داميان بريست اخسر اللقب. فاحسن لك يا داميان انك تيجي تديهولي في ايدي دلوقتي عشان اخلي اللقب هيبة وبرستيج. فطلع له بعد كده داميان بريست، وأول ما طلع على طول مسك في جونتر ونزلوا ضرب في بعض، يعني أكنهم بينهم وبين بعض طار. وبعد بس كده الفقرة بتاعتهم انتهت، وشكل الماتش بينهم في سمر سلام هيكون نار. والفقرة دي كده تكون مثلا 5/10. بعد كده على الماتش الأجمد في العرض وهو بين برون بريكر واللي هي دراجونوف. والماتش كان جامد جدا، التقييم بتاعه أكيد عالي، والجمهور متفاعل تفاعل حماسي، وبينهم هما الاتنين ضرب ويعني جمدان في الماتش. وطبعا الاتنين مكانش في حد مسيطر أغلب الوقت، الاتنين بيلعبوا لعب طبيعي جدا. وطبعا إيليا دراجونوف وبرون بريكر لاعبين قبل كده في الانكستي، كان بينهم عداوات كتير في الانكستي. طبعا في الآخر خلصها برون بريكر بواحدة سبير أدت إلى إصابة إيليا دراجونوف، وبالتالي الماتش خلص لبرون بريكر وفاز، وهو اللي هيلاعب سامي زين وسمر إسلام. طلع سين بانك على الحلبة وخد تشجيع جامد جدا من الجماهير، وبدأ كلامه وقال إن هو رجع من تاني لعرض الرو، وإن هو هيلاعب درو ماكنتاير في سمر سلام، وإن هو بقى جاهز تماما للقتال في سمر سلام. وقام راح مطلع الرباط الأبيض ده ويلبسه عشان جاهز للقتال، وقال لدرو ماكنتاير تعالى دلوقتي عشان نبدأ القتال. وبالفعل طلع له درو ماكنتاير، وطبعا درو ماكنتاير قعد يتكلم شوية مع سين بانك إن هما هيبقى الماتش بتاعهم جامد. وبعد كده طلع آدم بيرس وقال لهم إنهم هيلعبوا الماتش في سمر إسلام، وهيكون ماتش جامد جدا وهيتصدر، وهيكون مع ماتش داميان بريست وجونتر، وهيكون هناك حكم خاص للماتش وهو سيس فريكن رولينز. بعد كده طلع سيس فريكن رولينز على الحلبة وقعد يقول إن هو الفيشنري الريفولوشنري، إن هو أسس فريق رولينز الحكم الخاص لماتش سي ام بانك ودرو ماكنتاير. وانتهى الفقرة على كده. بس طبعا سيس فريق رولينز مش عارفين لسه هينحاز لمين أكتر، هيثبت ازاي ايه وضعه في الماتش. بس الفقرة دي حلوة جدا، وديها 8/10. بعد كده الفقرة الجامدة جدا اللي شوفنا تشات جيبل بياخد فيها حقه من أوتس بزيادة كمان، وكريد برازر هجموا على أوتس. بعد كده الدنيا ضلمت، طبعا ظهر الوايت سيكس ودخل العم هاودي وهجم على تشات جيبل، عمل له واحدة سيستر أباجيل، وانتهت الفقرة دي على كده. الفقرة دي تكون 7/10 برضه. بعد كده الماتش الجامد اللي مش عارف الصراحة من غيره العرض كان هيمشي ازاي، شيماس وبيت دان وبرونسون ريد. وفي الآخر طبعا خلصها شيماس وكسب، ودي الماتش العبثي ده 4/10. بعد كده المين ايفنت كان بين سامي زين وجي اوسو ضد الجونجمنت داي فين بالور وجيدي ماكدونا، بس مش على ألقاب التكتيم. وطبعا الماتش كان جامد وخلصها في الآخر جي اوسو، ودخل برون بريكر وهجم على سامي زين واحدة سبير. طبعا جي اوسو مكانش لحقه، بس فضل مع سامي زين، وانتهى الماتش ده على كده، وديله 8/10. وبس كده، قولي ايه رأيك في عرض النهاردة وبتديله كام من 10 كله؟ انا ادي العرض 8/10، ده كويس جدا عليه. وبس كده يكون عرض النهاردة انتهى.